انا جاي لكم بدوره صرخات للغافلين، صوره واحده بس من الثلاث صور، صوره قاف مليانه عجائب. وانا جاي اقول انا عايز ادوقكم حاجه من الدوره. صوره قاف من عجائب صوره قاف انها بتتكلم عن اخطر موضوع في حياتك، وحياتك مدمرك وانت مش واخد بالك. بتتكلم عن القرين، موضوع القرين. قال قرينه ربنا ما اطغيته. ايه القرين ده؟ القرين في اللغه اللي هو لما يربطوا واحد في واحد بحبل. فالقرين يعني المقترن بيكي، يعني الملازم ليك ليل نهار قايم نايم. امال القرين في الواقع، القرين في الواقع ده داعيه فردي ابليس معينه عشانك، وابليس معينه عشانك. ممكن مشكلتك مع زوجك النهارده كانت بسبب القرين ده، ممكن الاكتئاب اللي انت قاعد فيه الوقت بسبب القرين ده، ممكن خواطر الانتحار اللي عندك الوقت دي بسبب القرين ده. قضيه خطيره. اول سوره في المفصل اللي احنا فضلنا بيه على الامم كلها، اول سوره في المفصل سوره قاف اللي بتتكلم عن القرين. كانك مش هتقدر تنطلق الى الله لما تعالج المشكله دي، كأن المشكله دي اول عقبه لازم تتعامل معاها. ابليس عين لكل انسان داعيه فردي يوسوس ليه، هو ده اللي اسمه القرين. حتى الرسول عليه الصلاه والسلام كان له قرين، ولكن الرسول قال الله اعانني عليه فاسلم. فاسلم اي فاسلم انا منه، يعني انا بسلم من يا ربنا سلمني من اذاه، يا اما فاسلم يعني اسلم وتاب الى الله. يبقى القرين ده يا جماعه فيه 3 انواع من القرين: قرين ملائكي، وقرين شيطاني، وقرين انساني. القرين الانساني ده لو انسان وحش اخطر من القرين الشيطاني، والقرين الملائكي ده بيأمرك بالخير، والقرين الشيطاني ده بيعمل معاك 3 حاجات. القرين ده هو بيعمل معاك اول حاجه بيوسوس لك بالمعصيه، بالضلال، بالكفر، بالالحاد، بالشبهات. تاني حاجه بيقوم اللي حواليك عليك، مش بيوسوس لك انت بس، يعني بيروح للي حواليك يوزهم عليك. عشان كده الرسول عليه الصلاه والسلام قال لما واحد يعدي من قدامك وانت بتصلي، قال فادفعه في نحره فان ابى فقاتله، يعني ادفعه بكل قوتك، فانما معه القرين. القرين بتاعك بيوسوس للي حواليك انهم يقطعوا صلتك بالله، يعني بيقوم الدنيا عليك عشان حياتك تبقى مشاكل، عشان ما تعرفش توصل لربنا. المصيبه الثالثه اللي القرين بيعملها فيك انه بيوسوس لك بخواطر الهم والاكتئاب، بحيث انك تبقى على طول مكتئبه ومهمومه وقرفانه، ديبريسيف مود، يبقى على طول المود بتاعك مقريف وانت مش عارفه السبب ايه. يبقى ده خطوره القرين. طب نتعامل معاه ازاي؟ سوره قاف جايه بقى عشان تقول لنا خطوره القرين ده، وبتفضحه وتفضح وجوده وتفضح افعاله وتفضح جهاده عشان يدمر لك حياتك ويدمر لك حياتك، وتقول لنا ان فهم سوره قاف من اخطر العلاجات في الدنيا ان احنا نتعامل مع هذا القرين. قضيه من عجائب سوره قاف انها بتتكلم عن اخطر مشكلتين في حياتك. ايه هما؟ القرين، وايه المشكله اللي قبل القرين؟ ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه.